السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم احبابي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني جدا جدا من اخر فيديو نزلته، وان شاء الله بحاول الفترة دي ان انا متأخرش عليكم وانزل فيديوهات على طول. شكرا لكل حد سأل عليا، والكومنتات الجميلة بتاعتكم اللي بتحفزني وبتديني دافع كبير جدا ان انا استمر في القناة. احب ارحب بكل متابعين الجداد اللي انضموا ليا للقناة. زي ما انتوا شايفين كده، النهاردة ان شاء الله هعمل معاكم الكرشة بطريقة سهلة وبسيطة من غير اي تعقيدات فيها. ازاي تستوي معاكي بسرعة، ازاي ما يكونش فيها اي ريحة زفارة، آه، ازاي تبقى بالشكل الجميل اللي انتوا شايفينه ده. اعمل جنبها شوية رز بالشعرية، او لو انتوا حابين تعملوا جنبها شوية رز حبة وحبة تمام، بس انا بحب جنبها الرز بالشعرية. اولا صلوا بينا كده على النبي، وزيدوا النبي صلاة في التعليقات علشان الثواب ناخده انا وانتم ان شاء الله. ثانيا الكرشة دي كرشة ضاني بتاعة الأضحية بتاعة العيد، فأنا كنت منضفاها يوم العيد وفي الفريزر على قد الطبخة على طول، علشان خاطر ان انا ماخدش وقت، يعني ما اجي اعملها تبقى على قد ان انا ايه اطبخ على طول. تمام. بالنسبة لتنظيف الكرشة أنا مش مصوراه. لو حابين طريقة التنظيف عرفوني وأنا ممكن أعمل لكم فيديو مفصل بيه. بالنسبة للتنظيف هي بيبقى فيه تركية معينة كده. أهم حاجة إن الكرشة دي تكون طازة، لسه جاية طازة من عند الجزار أو من الذبيحة على طول عشان تتنضف معاكي بسرعة. مش هتحتاج غير كربونات ومية سخنة وبس. حطيها القشرة بتتشال بكل سهولة جدا. انا ما بشتريش الكرشة متنضفة جاهزة، لان الجزارين ما في جزارين مش عندهم يعني مصداقية كده، او يعني ما بيخافوش ربنا، بمعنى اصح بينضفوا الكرشة بالبطاس. فانتوا عارفين طبعا البطاس بيعمل ايه، يعني بيكوي وبيبهدل الدنيا. فمبالكوا بقى اما حاجة احنا هناكلها طبعا لينا ولولادنا. فانا بخاف من حاجة زي كده، بنضفها في البيت سواء بشتريها او احنا يعني ذبيحة دبحينها وكده، انا اللي بنضفها. تمام. اول حاجة عملتها، طلعت الكرشة فكت ومية سخنة وشوية فلفل اسود حب، حصى، وفصين حبهان وفصين قرنفل، وخليتها تغلي حوالي دقيقتين. تطلع اي ريحة زفارة فيها، اي ريحة زفارة فيها بتطلع حتى لو غسلها بايه. زيادة تأكيد برضو عشان تبقى نظيفة معاكي وحلوة وريحتها حلوة. وفضيت المية الوحشة دي من عليها وحطيتها، غسلتها ورجعت حطيت مية سخنة تاني. حطيت بقى البهارات بتاعتي، فلفل اسود، كمون، جوز الطيب، وشوية قرفة. القرفة بتخلي ريحتها حلوة. ولعت عليها تستوي، هي ما خدتش وقت في السوا لانها كرشة ضاني. تمام. الناحية التانية حطيت حلة كده وبعمل بيها بقى التخديعة بتاعة الكرشة زي ما بيقولوا بالبلدي كده. شوية زيت وبصلاية لحد لما تاخد اللون الذهبي اللي انتوا شايفينه ده، وهنزل بالطماطم. الطماطم دي فريشة لسه فرماها دلوقتي حالا في الخلاط. فحبيت ان انا اعملها عشان اخليها تستوي على نار هادية تتسبك براحتها، عشان الاكل ما بيخلص على نار هادية وبراحته بيبقى في فرق كبير جدا في الطعم وفي الريحة وفي كل حاجة. انا بحب الاكل يستوي براحته. تمام. في حلة تانية على النار برضو حطيت حلة كده عشان اعمل فيها شوية رز بشعرية اللي انتوا شفتوا معايا في اول الفيديو، برضه عشان يستوي براحته كده ويبقى ايه مفلفل كده وجميل، مبقاش مستعجلة على حاجة. حطيت شوية الحلة وشوية زيت محترمين كده، انا بحب الزيت يكون كتير شوية للرز عشان الرز يكون مفلفل معايا. ونفس النظام بحب الشعرية تكون كتير برضو في الرز. حطيت كده المقدار الشعرية المعين على حسب انا عاملة بقى رز قد ايه وانتوا بتعملوا الرز قد ايه، او على حسب بقى الواحد بيحب الشعرية كتير او قليل، اللي انتوا حابينه يعني. انا بحب الشعرية تكون كتير شوية في الرز. هبدأ ان انا احمر الشعرية بالراحة، يعني على مهلها كده عشان تاخد اللون الذهبي اللي هو الذهبي الجميل بتاع الشعرية، اللي بيبقى مخلي شكل الرز جميل كده ويفتح النفس.
اهم حاجه في الكرشه علشان ما تاخدش وقت معاكي في السوا، ما تحطيش الملح في الاول، يعني ما تحطيش الملح دلوقتي خالص. تبدا ان هي خلاص تلاقيها استوت، ضيفي لها الملح. يعني حطيت الملح من الاول، هتلاقي الكرشه معاكي كشت شويه ومش هتستوي بسرعه، يعني بتاخد وقت جامد بقى في السوا. سوا كبيره او صغيره، الملح عامه في اي لحوم بتحطيه من الاول بيخلي الحاجه تاخد وقت في السوا. حتى لو مثلا انا بعمل بط او فراخ او اي حاجه او لحمه او اي حاجه، ما بحطش الملح من الاول. يكون الحاجه قربت خلاص على السوا بضيف الملح. تمام، انت بتضيفي التوابل وكل حاجه بتاعتك بس ما يكونش فيها ملح، مفيش ملح خالص. دي بتخلي الحاجه تستوي معاكي بسرعه. في ناس بتحط اللهم صل على سيدنا محمد، طبق صيني. بيقولوا الحاجة الصيني في اللحمة بتخليها تستوي كويس. أنا صراحة ما جربتهاش. أنا بجرب السكر، بحط شوية سكر صغيرين. وفي ناس بتقول ان النوى بتاع البلح، يعني تحطي مثلا نواية بلح في الشوربة برضه. دي انا مجربتهاش الصراحة يعني. ده ايه، دي مجرد حاجات كده انا بسمعها، يعني ناس مجربوها بتقول بتجيب نتيجة ومش عارف ايه. بس انا صراحة ما جربتش الحاجتين دول. انا بكون حاجة عارفة ان هي هتاخد سوا بضيف لها شوية سكر، والدنيا بتبقى تمام وبتستوي على طول. برضو يعني حتى لو ضفت السكر، هو السكر بس، الملح برضو بيفضل الاخر زي ما قلت لكم. وعامة الكرش ما خدتش معايا سوا، يعني ما خدتش سوا خالص. إيه، انا كنت عين عليها الكرشة وعين عليها الرز وعين عليها التسبيكة. لو وصلتوا بقى لحد هنا من الفيديو، صلوا على النبي كده في التعليقات وزيدوا النبي صلاة عشان تاخدوا حسنات وانتوا بتتفرجوا كده. زي ما انتوا شايفين الشعرية خدت اللون الجميل الذهبي الفاتح. انا مبحبش اغمقها، انا بحبها يعني تكون ذهبي، لا هي غامقة ولا هي فاتحة، يعني يا دوب كده. واوقات كتير بحب يكون اللون فاتح جدا، يعني ميكونش بتكون افتح من كده، بس عشان بتبقى على الطبيخ بحبها يكون ايه نفس اللون ده بالظبط. في ناس بتعمل برضو اللون الغامق، يعني بتغمق الشعرية اكتر من كده عشان تبان في الرز اكتر. حطيت العقد بتاع الرز، واللي للمبتدئين يعني العقد بتاع الرز المية بيكون فوق الرز بعقلة صباع، يعني بتقيسي كده بصبعك، عقلة صبعك. المية بتكون فوق الرز بقد عقلة صبعك بالظبط. والملح على حسب المعيار اللي بتحطيه، معيار الرز قد ايه ومعيار المية قد ايه. انتي بتدوقي وبتشوفيه مظبوط ولا لا، وبتظبطي الدنيا بتاعتك وبتغطي على الرز زي كده. واول ما يشرب، يعني مش لازم يشرب المية كلها وتوطي، يعني بتوطي ويكون فيه شوية مية بسيطة. هنا الكرشة بعد ما استوت، هبدأ ان انا مش هي كبيرة، التقطيعة دي كبيرة، هقطع كل قطعة منها ل2. زي ما انتوا شايفين هي استوت معايا. انا حبيت ان انا اوريها لكم ان هي قد ايه نضيفة، مفيهاش اي حاجة. زي ما قلت لكم برضو كتروا الفلفل الاسود شوية، علشان الفلفل الاسود بيخلي ريحة حلوة، لو في اي ريحة زفارة بيشيلها تمام، ميكونش فيها اي حاجة خالص. انا هوريكم دلوقتي كذا حتة كده عشان تبين بس نظافتها وان هي مفيهاش اي حاجة، وريحتها كانت جميلة جدا. على فكرة انا بحب اكلها كده من غير اي صلصة او اي حاجة، يعني اكلها كده زي ما هي كده. بصوا القطعة دي، عايزاكم في التعليقات تقولوا لي انتوا بتسموها ايه في بلدكم. بصوا اللي جواها دوت الفلفل الاسود والبهارات، عشان هي اللي جوه كده زي ما انتوا شايفينها كده، فلمت بقى التوابل والفلفل الاسود كله فيها. وانا طبعا ايه هنفضها كويس وهقطعها. بس قولوا لي في التعليقات القطعة دي مسمينها عندكم ايه. انا بوريكم اللي جوه ده فلفل اسود عشان ما حدش يفتكر ان هي فيها حاجه او مش نظيفه. ده فلفل اسود يا جماعه والتوابل اللي انا حطاها، فعشان هي زي ما انتوا شايفين فيها كذا طبقه في بعض، فلمت كل التوابل فيها من جوه. وطبعا انا هقطعها وهشيلها
وهبدأ ان انا اضيفها في التسبيكة. وكانت التسبيكة حلوة قوي، كانت ريحتها ما شاء الله جميلة. ضفتها وزودت عليها مية. هي الصلصة دي كانت قصدي التسبيكة كانت اتقل من كده بكتير، وانا زودت مية عشان تاخد لها غلوتين 3 كده في التخديعة بتاعتها دي لما تتطعم كلها كده من بعضها. فانا زودتها شوية مية وسبتها حوالي 10 دقايق. كل ما بتسيبيها في التخديعة بتاعتها او التسبيكة بتاعتها بتكون احلى في طعم وفي ريحة وفي كل حاجة. فما تستعجليش عليها، دايما الاكل بتاعك يبقى ايه تعمليه على هادي كده عشان يطلع جميل. وهنا كانت اخر مرحله من الكرشه، هي اصلا كده كانت خلصانه، اصلا كانت مستويه، كان فيها كانت جاهزه خلاص يعني. يا دوبك خدت 10 دقايق غلوه في التخديعه بتاعتها وخلاص. زي ما انتوا شايفين بقى الجمال بتاع الكرشه، يعني المنظر يعني بيتكلم عن نفسه، مفيش كلام اقوله. ريحة وطعم، وبصوا ما فيهاش اي ريحة زفارة خالص. للناس اللي بتخاف ان هي تجيبها وتعملها من الزفارة، ما فيهاش اي ريحة زفارة. بس انت امشي على الخطوات اللي انا قلتلك عليها، ما بتفضلش فيها اي ريحة زفارة خالص. زي ما قلت لكم انا من عشاق الكرشه والسقط بتاع الذبيحه جدا، يعني انا بحب الحاجات دي قوي. فدايما بعملها باستمرار، ودايما بتكون عندي في البيت باستمرار يعني. حتى ما شاء الله عندي الولاد بيحبها جدا وجوزي بيحبها جدا. احنا كبيت كلنا يعني من عشاق السقط بتاع الذبيحه والحاجات دي، فاحنا بناكلها باستمرار. بالنسبه للناس بقى اللي هم ما بيحبوهاش وبتوع ياها والحاجات دي، فدول انتوا يعني مع نفسكم كده في جنب. احنا كل واحد يعني ليه وليه ذوقه في الاكل، عشان ما حدش يدخل يعلق ويقول يا مش عارف ايه. كل واحد وليه ذوقه في الاكل يا جماعه. انا بحب دوت، انت ما بتحبهوش، انت بتحب حاجه انا ما بحبهاش. فاتمنى ان احنا